بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. خصوص أزمة علي البليهي الأخيرة، حرص الإعلام الرياضي وليد الفراج الدفاع عن المدافع الدولي علي البليهي لاعب نادي الهلال أمام الانتقادات الجماهيرية المستمرة التي يتعرض لها اللاعب منذ درب الرياض الكبير. وأثار علي البليهي جدلا واسعا عندما ظهر في إحدى اللقطات بالدقائق الأخيرة من عمر الدربي وهو يحتفل بهدف فريقه الثالث بطريقة مستفزة أمام جمهور نادي النصر. وصرح وليد الفراج بأن علي البليهي أصبح براند، فهو لاعب صنع شخصيته وسط النجوم الكبار الموجودين بالدوري السعودي. وأضاف أنه كل من انتقد علي البليهي بعد 3 أو 4 أيام أو حتى بعد سنة سيتذكر مباريات علي البليهي الكبيرة التي قدمها، ولن نتذكر أسماء الذين انتقدوه بعدها. كما أكد أن الجماهير لم تفصل بين النتيجة وبين ردة الفعل، ولو كانت المباراة انتهت بالتعادل كان الموضوع سيمر مرور الكرام، ولكن كان للنتيجة دور كبير في الأحداث التي أعقبت الديربي. وخاطب الجماهير قائلا: العواطف بعد المباريات الكبرى حاول أن تتجاهل ما يحدث بعدها مباشرة، لأن الموضوع يكون على صفيح ساخن. في تطور مفاجئ، أكد المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهزيته لدعم صفوف نادي الهلال في مباراة الطائي في الجولة 16 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين التي من المقرر إقامتها الجمعة. وكشف نادي الهلال عن مشاركة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في التدريبات الجماعية لنادي الهلال بشكل طبيعي، ليؤكد الحارس جاهزيته لمباراة نادي الطائي. وفي سياق آخر، يعيش البرتغالي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال حالة من الحيرة بشأن اللاعب الذي سيعوض غياب المدافع الدولي المتألق علي البليهي في مباراة الطائي، حيث من المقرر غياب البليهي عن هذه المباراة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام نادي النصر في درب الرياض. كما يفتقد نادي الهلال لخدمات قلب الدفاع الآخر حسان تنبكتي بسبب معاناته من الإصابة، وهو الأمر الذي يضع خيسوس في أزمة كبيرة قبيل مواجهة فارس الشمال. ويفاضل خيسوس حاليا بين محمد جحفلي وخليفة الدوسري للمشاركة بجوار السنغالي كولوبالي في قلب دفاع نادي الهلال في هذه المباراة. وعلى جانب آخر، يستمر الحديث بشأن مستقبل التعاقدات في نادي الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وبحسب التقارير الإنجليزية، يجهز نادي الهلال عرضا بقيمة 20 مليون يورو في الموسم من أجل التعاقد مع كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم ريال مدريد السابق. وكيل اللاعب لا يمانع التفاوض مع فريق جديد والبحث عن عقد جديد لكاسيميرو، إلا أن نادي الهلال قد يجد منافسة صعبة في الحصول على خدمات اللاعب، نظير اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع اللاعب. يذكر أن نادي الهلال يمتلك كل من سافيتش ونيفيس في وسط الميدان، بينما يشكل كاسيميرو إضافة للجانب الدفاعي بشكل أكبر في منطقة وسط الملعب. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.